كالسيوم وفيتامين دي، اروح لمين الاول؟ الاثنين مع بعض. الاثنين مع بعض. يعني الناس كلها تقدر ان هي في الفتره الحاليه بتتكلم عن فيتامين دي، اينما وجد نقص في فيتامين دي كان في خط كده نمشي فيه بقى، في ان احنا محتاجين نكشف عن امراض كتير. مظبوط. طيب انا دلوقتي عندي مريض عايزه اقول له انت محتاج تاخد فيتامين دي، بس زهقنا من السبلمنتس والمكملات والادويه. ايه المصدر الطبيعي لفيتامين دي اللي اقدر احصل عليه؟ المصدر الطبيعي والاهم واكبر مصدر موجود هو الشمس. طيب امتى اتعرض للشمس؟ نتعرض لان للشمس. احنا عايزين برضو يعني انا يمكن المعلومه تمام. اهميه وصولها انها توصل بدقه ويستفيد منها المشاهد. لما بنقول تعرض للشمس وقلنا لهم مثلا بدري، انا عايزه اقول لهم انتوا هتطلعوا تتعرضوا للشمس، هم محتاجين يشوفوا الشمس. هو النقطه دي مش واضحه قوي يعني. لا احنا ممكن بعد الفجر مجرد ما النور يطلع احنا هنا محتاجين نلحق فيتامين دي قبل تلوث العوادم والدخان. هنا فيتامين دي بيكون مهم جدا في افضل وقت. يعني نقدر نقول من حضرتك كده المعلومه دايركت، امتى الساعه اللي يتعرض فيها المواطن للشمس بهدف الحصول على فيتامين دي؟ في وقت مهم جدا في الصيف، يعني في الصيف بالذات بتكون الشمس يعني مش حارقه زي ما بنقول، وده الوقت اللي بيكون وقت بدايه طلوع الشمس الى الساعه 12 الظهر، ومن 12 الظهر ل 3 العصر ده بتكون الشمس حارقه وما بنستفدش منها قوي من فيتامين دي. فممكن نقول قبل الساعه 12 الظهر او بعد الساعه 3 العصر، وده انسب وقت ممكن نقعد فيه في الشمس. ايه هي الاكلات اللي ممكن يتناولها الاشخاص العاديين الطبيعيين علشان تمدهم بفيتامين دي طبيعي؟ فيتامين دي طبيعي موجود جدا في التمر، موجود في التمر وموجود في الاسماك وفي الخضار والسلطات. موجود في كل ده، بس الاهم ان احنا ناخد فيتامين دي ممكن يكون مش بصوره نشطه وما ينشطش غير بالشمس. يعني حتى الناس اللي بتاخد فيتامين دي اذا كان اقراص او حقن برضه بتحتاج ان هي تقعد في الشمس علشان يتاكتف فيتامين دي عن طريق الكبد وبعد كده يتخزن. يعني مش بالضروره يعني ناكل اكلات معينه دون تعرض لاشعه الشمس، لان هي دي المصدر الحقيقي الطبيعي اللي ان احنا نقدر ندخل فيتامين دي او يتم امتصاصه عن طريق الجسم. بالظبط. تمام جدا. طيب احنا في حاجه كمان بالنسبه للسن، الافضل سن يقدر فيه ان يكون في امتصاص اعلى لفيتامين دي، هل ده حقيقي في سن معين؟ يعني مثلا الاطفال فور ولاده الطفل بيتكتب له جرعه معينه من فيتامين دي، ايه اسباب ده؟ فيتامين دي من الحاجات اللي بتخلي البون دنسيتي كويسه، يعني بيخلي الكالسيوم يعني هو المسؤول عن تخزين الكالسيوم جوه البون، من ضمن الحاجات دي هو فيتامين دي. فهو مهم جدا في البون دنسيتي بتاعه الطفل علشان ما يحصلش ليونة العظام او اي حاجه، اي مشاكل في المفاصل. فهو حاجه ضروريه فعلا يعني احنا بنتكلم على ان احنا هنقي نفسنا من زمان قوي، مش هنستنى ان احنا نتعرض للمشكله. مظبوط. نقدر نعمل ده من خلال اول ما البيبي بيتولد معانا نبدا ان احنا نحدد جرعه نرجع فيها للطبيب المعالج، ما فيش اي حد يعتمد على نفسه في كتابه الجرعه اللي احنا هنقولها. بما اننا فاهمين في المجال ده، جرعه زياده خطر، جرعه على الاقل مش هتعمل نتيجه. فاحنا محتاجين البادي ماس اندكس، وزن البيبي، الدكتور بناء عليه بيقدر يحدد قد ايه هو محتاج او ايه الجرعه اللي هتلزمه من فيتامين دي. مظبوط. تمام. نرجع تاني للعمود الفقري ومشاكل العمود الفقري. زمان كنا بنتفرج على مسلسل ليالي الحلميه، عندنا مشكله دايما بتظهر مع العمده، كان يقول ايه؟ الديسك. ايه هي الديسك؟ ايه بمفهومه كده مشاكل ديسك الظهر؟ هو الديسك هو الماده الجلاتينيه زي ما قلنا اللي موجوده بين الفقرات، وهي دي المسؤوله عن امتصاص الصدمات اللي بتكون بتحصل. اذا كان حد بيشتغل كتير، بيقف كتير، بيقعد كتير، المسؤول عن امتصاص الصدمات دي هو الديسك اللي موجود. مع الوقت وكتر الاستخدام الديسك ده بيحصل له احنا بنسميها هيرنيشن او بلج، ودي مراحل الانزلاق الغضروفي. بيبدا بديسك بلج ان الماده الجيلاتينيه بتتحرك من مكانها شويه بس في اطار الديسك نفسه، يعني ما بتخرجش عن مكانها. بعد كده ديسك هيرنيشن بيخرج اكتر شويه عن مكانه من تحت ما بين الفقرات، وده بيضغط على العصب ويبدا يسبب وجع شديد، ومنها طبعا تنميل للرجلين مثلا او اي مكان من ورا او من قدام حسب. وده فعلا كان بتخلي طول الوقت ان كان البطل في المسلسل دايما صلاح السعداني كان دايما موطي كده بظهره، يعني دي ساين لايه؟ هو موطي بظهره ده علشان يزود السبيس اللي ما بين الفرتبري والثانيه، بين الفقره والثانيه، علشان يقلل او يحاول يرجع الغضروف ده مكانه،
لان هو برافو، هو اداه بشكل ميديكالي بحت مضغوط يعني. عليه. بالظبط. تمام. بالظبط. طيب ايه الفرق بينه وبين الم الغضروف؟ آه، بين الغضروف الم الغضروف بالتحديد لو درجاته يعني انا عرفتها انت دلوقتي عارف ان مصاب. انا في انهي مرحله. مم. هو بدايه اللو باك بين او الباك بين عموما، ده بنسميه ماسل سبازم، او نشوف حسب اللايف ستايل بتاع الشخص نفسه مم. والهيستوري كمان بتاعه. مم. باك بين بس بنبدا نديله اي حاجه بين ريليف او انتي انفلاماتوري. بعيد عن الكورتيزون، مش آه بنرشح ابدا استخدام الكورتيزون في علاج لا. الالم. الكورتيزون يعني من الحاجات اللي بتزود الاوستيوبروزيس يعني، فما بنحبهاش غير في مراحل بنتجنب. متقدمه جدا. طيب بالنسبه لمريض الروماتويد المفصلي وضعه ايه في حاله الانزلاق الغضروفي؟ طبعا مهزله طبعا. مريض الروماتويد بيكون طبعا من اهم الاسباب في اللو باك بين او الباك بين عموما هو الروماتويد. بس انا ممكن افرق ما بين مريض الباك بين نتيجه ديسك هرنيشن او ديسك بولج، وما بين ان هو روماتيك فهو روماتيك بين وخلاص. طبعا ده بالتحاليل بعرف اذا كان هو روماتيك، او من الهيستوري كمان بعرف اذا كان عنده باك بين او ديسك بولج قبل كده ولا لا. هو ايه الروماتويد اصلا؟ يعني الروماتويد ده حاجه اوتو اميون، اوتو اميون انفلاميشن. بيحصل التهاب في الغشاء المحاوط لاي مفصل او لاي غضروف، وده بيكون سبب في الوجع بعد كده. مريض الروماتويد بيشتكي طبعا، بس اكتر او معظم مرضى الروماتويد بيشتكوا اكتر من الام الرقبه مش الظهر. فمن هنا اقدر اعرف او افرق اذا كان هو فعلا روماتيك او ديسك بالج عموما يعني. لكن اقدر ان انا اميز دلوقتي مثلا لشخص عنده روماتويد مفصلي زي ما حضرتك قلت، وما بين الم الغضروف من خلال منطقه ان الرقبه دي هي اكتر المناطق المصابه عند مريض الروماتويد المفصلي. طبعا. طيب طبعا. ايه هي؟ انا اللي اعرفه ان الروماتويد المفصلي المفروض ده اوتو اميون ديزيز، في فارن الجسم فيه بدل ما بيهاجم اجسام خارجيه بيهاجم نفسه. وهنا مزبوط. المشكله الخطيره اللي بتحصل من مضاعفات. مظبوط. طيب انا كنت حابه ننتقل من جزء مهم قوي، ان ممارسه الرياضه اوقات تكون علاج واوقات بتكون مشكله. امتى هقول لمريض الانزلاق الغضروفي مارس رياضه، وامتى اقول له لا؟ وايه هي المسموح له بيها وايه له لا؟ هو مهم اللي حضرتك قلتيه طبعا، ممارسه الرياضه، بس يعني اوقات بتكون الرياضه علاج زي ما حضرتك قلتي، واوقات بتكون مشكله. ده بيتوقف على الشخص نفسه واللايف ستايل بتاعه. اذا كان هو بيعمل الرياضه دي حاجه ريجولر، حاجه منتظمه، فده طبعا هيبقى حاجه كويسه. لكن لو حد عنده لو باك بين او عنده ديسك بالج او هرنيشن، يعني الانزلاق غضروفي حاصل، هنا بقى بيبقى علاج بقى، يعني محتاجين نمشي على الاقل نص ساعه يوميا. طبعا بيكون لابس حزام وظهره مفرود. بنديله نصايح كتير جدا وهو ماشي، بيمشي في طريق ممهد، ما يمشيش في طريق فيه حاجات مكسره عشان ما يأثرش اكتر على ظهره. يعني بياخد باله من كل حاجه وهو ماشي طبعا. تمام. فمهم جدا المشي، هو اهم حاجه، هو المشي والعوم، يعني اهم حاجتين. تمام. بتحافظ على العضلات بتاعه الظهر.